هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. احنا نمنا كلنا وصحينا لقينا شيرين رجعت لحسام. ازاي شيرين رجعت لحسام؟ ازاي؟ انا عايزه اتكلم في حاجتين. اول حاجه تخص شيرين، تمام؟ اللي هو شيرين كانت صعبانه علينا قوي قوي وعلى الناس كلها. يا جماعه، ان واحده توصل لمرحله ان تشيل شعرها، اوكي، الله اعلم بيها بجد وصلت لدرجات ايه. وبعد كده هي قبل كده صرحت وقالت حسام بالنسبه لي عامل زي الكانسر، زي المرض الوحش، المرض الخبيث واليعوذ بالله. حبه، هي بتحبه كده، يعني هي بتحبه كده غصب عنها، تمام؟ آه و ودلوقتي جايين بتلوموها وتقولوا هي ازاي رجعت له. طب بالله عليكم كلكم كده، كل اللي شافوا فيديوهات الرياكت اللي اتعملت على جميع وسائل السوشيال ميديا، على فكره انا اول مره اتكلم في الموضوع دوت، واي حد عنده اي حاجه ليا من وسائل الاتصال بتاعتي مش هيلاقي عندي اي فيديو لشيرين، اوكي؟ ده منظر واحده فرحانه، اي واحده بتكتب كتابها دي عروسه، اوكي؟ ده منظر واحده بيتكتب كتابها فرحانه، دي عينيها ما جاتش في الكاميرا ثانيه، دي واحده عامله كده اهو خالص، يعني بجد قمه في الحزن غريبه. كله خد باله ان هو انتصر وان هو شديد، وازاي وانتي خذلتينا وانتي بقيتي زي البنات اللي هي في يوم ما انا مش عايزاك ابعد عني انا مش طايقاك، وتاني يوم حبيبي وحشتني. مش كل واحد يبص من اتجاهه هو. يا جماعة الله أعلم بالناس، ربنا يا رب لو هي عندها كرب شديد يفك عنها هي وكل مكروب، يا رب لو عيانة يا رب يشفيها ويشفي كل مريض ويحرم علينا المرض. ده بالنسبة لشيرين، مش هنقدر نخش جوه قلوب الناس. دي حاجة. تاني حاجة بقى لأستاذ حسام، يعني أستاذ حسام حضرتك دلوقتي يعني سر الخلطة ايه بقى؟ يعني سر الخلطة انت عديت ليفل الوحش، هو انت بتعمل ايه؟ لا بجد انت تكتب الوصفة دي للرجالة كلها مش ممكن، بجد ده رهيب. هو عمل ايه؟ بجد ان واحدة تبقى يعني تتعب وتطلع، يعني لو ماسك عليها زلة، اوكي، كانت وهي بتشتمه كان يعني كان قالها او فضحها. انت عامل ايه؟ بجد انت عديت ليفل الوحش بمراحل، يعني انت عديت كل الليفلات. بس يعني في الاول وفي الاخر انا عن نفسي خراب البيت وحش، والحمد لله ان انتوا رجعتوا لبعض، دي حاجه حلوه. واي حد زعلان ان شيرين رجعت لجوزها بعد اللي عملوا فيها، كل البيوت فيها ما فيها اسرار، بس هي كل الفكره ان هما عشان في السوشيال ميديا هم محطوطين زي اللي عليهم كده، متسلط عليهم الضوء دايما. في الاول وفي الاخر يا جماعه الحياه موده ورحمه، وطالما هو اتغير وهي اتغيرت وشايفين ان هم مع بعض هيكونوا مرتاحين، ملناش دعوه يا موهي، خلي كل واحد في حاله، خليهم في حالهم. كل اللي نقدر نقوله ان احنا ندعي لهم ربنا يعمر بيهم، ربنا يوفقهم، ما يدخلش ما بينهم شيطان، وربنا يصلح لهم حالهم. دي حياتها وهي حره تختار اللي هي عايزاه. كل الناس متدخله، لا ازاي رجعت له؟ ملناش دعوه، ربنا يكرمها يا رب ويصلح لها حالها ويوفقها ويوفق البنات كلها ويوفق الرجاله ان هو ربنا يهديهم ويسر الخلطه بقى بجد. لازم نعرفها. يلا باي.